بسم الله الرحمن الرحيم. تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك. صورة من تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الصادر من صحة النزهة، وسيكون الدفن بمقابر كلية البنات بمصر الجديدة. وقال فريد الدين محامي الرئيس الأسبق أنه ستقام جنازة عسكرية للرئيس الأسبق غدا بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان آخر ظهور لمبارك صورة تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نشرها عمر مبارك حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك عبر حسابه الخاص في انستغرام، وذلك في مطلع شهر فبراير الجاري، على أثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك ودخل بسببها المستشفى. وظهر مبارك في الصورة مرتديا روبا منزليا، فيما كان حفيده عمر يقبل رأسه، وعلق على الصورة قائلا: كل الحب والتقدير. أعرب الفريق أحمد شفيق عن حزنه لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم، مشيرا أن مصر فقدت زعيما وحكيما صلبا وشجاعا، وأن الظروف والأحداث أثبتت قدرته على المواجهة والنجاح. وقال الفريق أحمد شفيق عبر حسابه تويتر: فقدت مصر اليوم زعيما حكيما قائدا صلبا وشجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحها الله إياها على المواجهة والنجاح. رحم الله فقيد الوطن القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر، عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم، وعزائي لنفسي فقدت القائد والمعلم. نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة يعلق بها على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكتب عبد الله: ورغم كل شيء وأي خلافات، بكيت سيدي 3 مرات. مرة عند إعلانك لرحيلك عن الحكم، ومرة عند إعلان الدنيا رحيلك عنها، وبينهما عندما نادى القاضي باسمك فأجبت من خلف القضبان: أفندم، أسألكم الفاتحة والدعاء لمحمد حسني مبارك. حمدي زوبع مذيع قناة مكملين عنوان برنامجه اليوم الرئيسي: المخلوع مات والعصابة باقية. إن الراجل اللي ثرنا عليه ب 25 يناير أصبح النهارده حاجة إيه؟ الله يرحمه، ده كان حاجة كويسة. اوعى أحسنات عليك، ما بلاش فيها مستشفى. اوعى تنسى إنه حرامي بختم المحكمة. أيوه، حرامي معالق وسكاكين وشوك. قبل تشييع جنازة لقطات من مقبرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. قررت كل من السعودية ومملكة البحرين والإمارات تنكيس الإعلام في البلاد حدادا على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.